ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا. انا النهارده جايه بلا هدف، ما عنديش اي كلام، فيديو كده فاضي. يعني اي حاجه هتيجي في بالي هقولها بصراحه. انا كنت طالعه او كنت قايمه اتعشى بصراحه، فقلت طبعا مش هتعشى اي عشاء، يعني تعرفين لو كنت هتعشى ساندوتش جبنه مثلا كده في السريع كنتش طلعت. النهارده انا قررت ان انا هاكل نودلز كوري اللي كنت جايباها في المشتريات بتاعتي. لو انتوا مش متابعيني ومشفتوش المشتريات بتاعتي ومشفتوش الفيديوهات اللي فاتت، خلي بالكوا انتوا فايتكوا كتير. بما اني طالعه اتعشى او كنت رايحه اتعشى، فقلت طيب ما اطلع مع صحابي وحبايبي ونتعشى مع بعض ونتكلم في اي كلام. يعني هنحضر مع بعض الاندومي دي ونتكلم في اي مواضيع. فالنهارده الفيديو يا جماعه هو رغي وطريقه عمل النودلز الكوري. النهارده طالعه اعمل معاكم النودلز، طالعه اتعشى معاكم. بسم الله كده الرحمن الرحيم، مع بعضينا نتعشى. وطبعا كلنا عارفين طريقه عمل النودلز، يعني هي مش طبعا كلنا عارفين طريقه النودلز مش حكايه يعني. بس هو هدفي الاساسي ان انا طالعه ارغي معاكم، وطالعه كده اللي هو ايه تسلوني وانا باكل بصراحه. فلو انتم متحمسين للفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زرار الجرس يلا بينا. بصوا انا انا اولا جايبه النودلز دي بطعم اسمها رامين بنكهه الدجاج الحار، هي اسمها كده ماشي. المفروض ان هي بالجبنه و بس في ناس بيسووها بالطريقه الطهيه العاديه اللي هي بتاعت اللي هي الطبق، ويحطوا فيها النودلز وعليها ميه سخنه ويغطوه. انا بصراحه ما بعملش الطريقه دي. انا طريقتي الطريقه التقليديه العاديه جدا اللي بعملها في الاندومي العادي. بالمناسبه انا قطعت الاندومي العادي خالص، حتى دي لما بجيبها كل 10 اشهر مره، يعني ما بجيبهاش اصلا. ففي العادي او لما كنت بعمل اندومي او كده كنت بجيب حله صغيره او طبق صغير ينفع يتحط على النار، واحط فيه الميه السخنه واحط النودلز بتاعتي كاني بسلقها واطلعها واحط عليها المكونات او التوابل وكده. ده اللي انا بعمله، ودي الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي بصراحه. لكن طريقه الطبق دي انا بصراحه بحس ان هي بتطول قوي وبتاخد وقت طويل. فانا دلوقتي هوريكم المكونات بتاعت الاندومي او النودلز. طبعا دي ما ينفعش نقول عليها اندومي لان دي غاليه، دي اتقال عليها نودلز. خلينا نتفق. بسم الله. بصوا هي شكلها عامل كده. دي كده المكونات، طبعا كلكم عارفين طبعا مكوناتها ايه، مش قصه. بس انا طبعا بتكلم اي كلام عشان خاطر اللي هو ايه اعبي الفيديو. جاي معاها الصوص طبعا اللي انتوا كلكم عارفينه، وجاي معاها التوابل دي تقريبا، دي بقى اللي المفروض فيها الجبنه وكده. فانا هقوم اعملها على البوتاجاز عادي واجيبها في الطبق واجيلكوا واستنوني، ومحدش يروح كده ولا كده ولا كده ولا كده. انا جيت، بصوا بقى انا خلاص عملتها، شايفين؟ طبعا واحنا جعانين بنحس طبعا ان الحاجه مش هتكفينا ومش هنشبع وكده، بس انا واثقه ان شاء الله ان انا هشبع. انا مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. هحاول ان انا اظبط الكاميرا بحيث ان انتوا تشوفوني. هحط دلوقتي الصوص بتاع بصوا انا مبحبش العك، اروح احطهم في المطبخ واجي. انا كده يا حلوين عملت النودلز بتاعتي ولسه ما قلبتهاش، حطيت بس اللي هو الصوص وبحط الكيس كله، وحطيت اللي هو التوابل اللي هي الجبنه دي. وطبعا ما نسيتش الكولا بتاعتي، وجبت الشوبستيكس. بس انا عارفه وواثقه ان انا مش هاكل بيها لان انا اصلا فاشله ومبعرفش اكل بيها، حتى لما باجي اكل السوشي باكله بالشوكه. فهعدل الكاميرا تاني بقى عشان نتكلم مع بعض. اتمنى ان انتوا تكونوا شايفيني. انا دلوقتي طبعا بقلب النودلز، هقلب بالراحه عشان الصوص ده لما بيجي على حاجه بيبوظ الدنيا. فانا هقلب بالراحه كده خالص. المهم بقى انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني. طيب
قولوا لي يا بنات، مين بيحب النودلز الكوري دي ومين ما بيحبهاش، ومين جربها ومين لسه ما جربهاش، واكتر طعم بتحبوه ايه، و وبتعملوها ازاي؟ يعني بتعملوها بالطريقه بتاعتي دي ولا بتعملوها بالطريقه اللي هي بتاعت اللي انتوا بتحطوا ميه في الطبق وكده؟ تقريبا كده هي اتقلبت كويس قوي الحمد لله، لسه سخنه عشان انا بحب اكلها سخنه. طيب خلينا نحط الكولا بتاعتنا. طبعا جايبه معايا مناديل عشان طبعا انتوا عارفين اللي بيحصل. لاني عارفه ان انا اكيد هحتاج المناديل دي. المهم ده ايه، نتكلم كده كلام مهم. ان الموقف اللي انا عايزه احكيه لكم النهارده، بما اننا بقى قاعدين وبناكل مع بعض، خلينا بس ندوق الاول نشوف طعمه ايه. الموقف ده حصل معايا من 3 سنين او 3 سنين ونص. الموقف ده كل ما افتكره وافتكر احساسي ساعتها كان عامل ازاي بضحك قوي يعني. يعني كويس ان انا او موقف ساعتها بالنسبه لي غريب و بس الحمد لله اللي هو فخوره بنفسي ان انا عديت بالموقف ده، وكنت مبسوطه وانا بعدي بالموقف ده، او ان انا عرفت ان انا اتصرف فيه. ساعات في مواقف كتير قوي بتحط في موقف، وبعد ما الموقف بيخلص بقعد أأنب نفسي واقول لا الموقف ده المفروض كنت عملت كذا، ما عملتش كذا، او كنت قلت كذا وما كانش ينفع ان انا اقول كذا. لكن الموقف ده انا كنت فرحانه ومبسوطه وفخوره بنفسي جدا ان انا عرفت اتصرف في الموقف ده. الموقف ده المفروض من 3 سنين او 3 سنين ونص. المفروض ان انا كنت من يومي وانا مهووسه بالاكسسوارز، من يومي بحب الاكسسوارز جدا، سواء كانت جولد او سيلفر او حتى اللي هي ملونه دي. اي اكسسوارز انا راشقه فيها. الاكسسوارز الجولد دي اللي هي شبه الذهب، كانت اللي هي طلعت ترندي الفتره دي اللي بقالها كام سنه، كانت من 3 سنين او 3 سنين ونص. الاكسسوارز دي كانت لسه هتبتدي تطلع، ما كانتش انتشرت خالص، ولا كانت موجوده في المحلات، ولا كانت موجوده كتير اونلاين. يعني كانت موجوده اونلاين بس كانت موجوده في بيدجات معينه وقليله جدا. دلوقتي انتوا لو بصيتوا على الاكسسوارز هتلاقوها في كل حته، هتلاقوها في كل المحلات، وهتلاقوها على النت موجوده كتير قوي. لكن الفتره اللي بقول لكم عليها او الموقف ده كان من 3 سنين ونص، وكانت الفتره دي لسه هتبتدي الاكسسوارز تطلع، وما كانتش معروفه ولا كانت منتشره ولا كانت اي حاجه خالص. المهم اللي حصل ان انا عشان بحب الاكسسوارز كنت متابعه بيج على الانستجرام، وكنت مهووسه بالحاجات اللي على البيج، وكانت بالنسبه لي البيج دي يعني اكتشاف. ان انا اكتشفت صفحه بتبيع اكسسوارز اول مره اشوفها في حياتي، وكانت شكلها خطيره شبه الذهب، شبه يعني لو رحتوا محلات الذهب وشفتوا الاكسسوارز اللي موجوده هناك اللي هي الاساور والخواتم والانسيالات والبريسلتس والحاجات دي كلها، هتلاقوها كانت يعني شبه الذهب بالظبط. وكانت ساعتها لسه الحاجات دي زي ما بقول لكم لسه طالعه. المهم انا كنت مهووسه بالاكسسوارز زي ما بقول لكم، وكنت دايما بقالي فتره بقى اخش على البيج دي اتفرج واقول دي حلوه دي حلوه، واخد سكرين شوتس كتير واسيب الصور دي عندي على الموبايل، واخش تاني يوم واتفرج اقول دي حلوه، ده حاطط حاجات جديده النهارده، واتابع دايما الصفحه دي او البيج دي، وكان عاجبني حاجات كتير. المهم بقى ايه، فين وفين لحد ما اخترت الاشكال اللي انا عايزاها. طبعا ده كله كان ان انا محتاره اجيب ايه. انا كنت محدده لنفسي رينج ان انا هجيب 3 قطع تقريبا، فمش فاكره قوي بس تقريبا كانوا 3 قطع. كنت حاطه رينج ان انا هجرب في 3 قطع
لو عجبني من البيج دي الشغل بتاعها هبتدي ان انا اعمل اوردر تاني واجيب حاجات اكتر. المهم يا بنات ان انا خلاص قررت انا هجيب ايه، واخترت القطع اللي انا عايزاها، وتقريبا جبت 3 قطع مش فاكره قوي كانوا ايه بالظبط، بس كده تقريبا اسورتين وكانت سلسله. قررت ان انا خلاص هجيبهم، وبعدين بعت لهم مسج وردوا عليا على طول وخدوا مني الاوردر واديتهم البيانات وكل حاجه، وبعد يومين جالي المندوب سلمني الاوردر وخد الفلوس ومشي. بعد ما مشي انا بحسن نيه خلاص بقى هموت واشوف بقى الاكسسوارز بقى دي شكلها عامل ازاي. بفتح الاوردر لقيت تقريبا قطعتين كويسين، تقريبا كانت السلسله كويسه وفي بريسلتس كويسه. البريسلت التانية او الاسوره التانية لقيتها تقريبا شبه متدمره. يعني عارفين لما تكون حاجه انتوا لبستوها كتير وحطيتوا عليها برفيوم واستخدمتوها بقالكوا فتره ولونها راح، انا لقيتها كده عامل زي ما يكون كانت عميله خدتها ورجعتها، او هي مثلا صاحبه البيج نفسها لبستها. معرفش ايه اللي حاصل في القطعه دي. كانت تقريبا يعني مثلا الاسوره كانت مدوره كده، في جزء كبير من الاسوره كان اللون الجولد ده متشال خالص من الاسوره، وفي لون تحتيها لونه موف كده. فانا بصراحه استغربت ايه دي عامله كده ليه، ازاي تجيلي كده، وازاي البيج اللي المفروض ان هي اسمها كبير وعندها متابعين كتير وعندها بتحط كل يوم اشكال حلوه وتنوع في البضاعه بتاعتها وكده، ازاي تسمح ان في قطعه زي دي تطلع من عندها. المهم انا جريت على طول بعت لها مسج عشان الرساله تلحق توصل ليها وترد عليا وتبعت لي المندوب مثلا ياخد القطعه دي ويديني ثمنها وخلاص. المهم ان انا حاولت اتواصل معاها ما ردتش عليا. قعدت على الحوار ده تقريبا يوميا ببعت لها مسج واقول لها انتوا ما بتردوش ليه، ردوا عليا يا جماعه، مفيش حد بيرد، عايزه ارد، واعمل علامه استفهام. كل يوم ابعت لها تقريبا لمده 10 ايام ما ردتش عليا. جت بعديها كلمتني قالت لي ايه اللي حصل وخير ومش عارفه ايه. فالمهم قلت لها ان انا حصل كذا 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 معايا. قالت لي اوكي تمام، اختاري الشكل اللي انت عايزاه وانا هبعتهولك مع المندوب. المهم قلت لها اوكي عايزه الشكل ده، وبعت لها رساله على طول وبرده ما شافتش الرساله. قعدت برده على الكلام ده حوالي برده 10 ايام او اسبوع وما تردش خالص. بعد الرساله بتاعتها دي ما ردتش عليا خالص. قعدت حوالي شهر. قعدت بقى على الحال ده زي ما قلت لكم كتير، وانسى وارجع افتكر، وبعد كده اتعصب برساله صوتيه واتكلم واحاول ان انا احتد شويه في الكلام وبرده مفيش رد. واللي يغيظني اكتر زي ما قلت لكم ان هي كانت بتحط شغل وكان في ناس بتعلق وهي بترد، لدرجه ان انا تقريبا في التعليقات مره قلت لها ما تردي على الرساله بتاعتي او حد يرد على الرساله بتاعتي. برده مش فاكره قوي انا عملت كده ولا لا، بس تقريبا انا بعت لها تعليق في التعليقات وقلت لها ردي على رسالتي. المهم انا طبعا زي ما قلت لكم انا ما بحبش اسيب حقي، ان انا كنت عايزه اعمل اي حاجه بحيث ان انا اخد حقي ايا كان. انا مش عايزه حاجه اكتر من حقي، انا مش هاخد حاجه بالزياده، انا عايزه اخد حقي بس. فالمهم زي ما قلت لكم الفتره دي قعدت تقريبا حوالي شهر، يعني انا سبت لها فرصه شهر ان هي ترد عليا ومفيش اي رد ولا في اي حاجه. جات لي فكره قلت لها ايه، لازم اتذاكى شويه وشغل دماغي بحيث ان انا اخد حقي. فالمهم انا كان عندي صفحه تانية بيدج تانية على الانستجرام، دخلت على البيدج بتاعتي وقررت خلاص انا هطلب ايه. المفروض ان انا عايزه الاسوره دي، ورحت بعت سلام عليكم او لو سمحت انا عايزه اطلب اوردر، وردت عليا على طول وايوه يا فندم اتفضلي. ما طلبش حاجه واحده، طلبت حاجتين تقريبا، طلبت قطعتين، قطعه اللي انا عايزاها وطلبت قطعه تانية برضو محتاره فيها بحيث ان هي لو جات لي دي او دي اختار الشكل اللي انا عايزاه منهم. كان ايه شغلت دماغي. المهم انا جوعت يا جماعه، ثواني انا نسيت الاكل ليه، انا نسيت الاكل، ناكل شويه. زي ما قلت لكم بعت رساله من الصفحه التانية بتاعتي على الانستجرام وردوا عليا وخدوا الاوردر مني، وطلبت ساعتها قطعتين بحيث ان انا اختار قطعه واحده منهم. المهم بعد يومين عملت بقى حاجه اللي هو ايه، انا قلت بقى ايه، انا مش هطلب على نفس العنوان بتاعي.
قلت بقى ايه، لازم اكمل القصه صح ولازم اكمل الحكايه لحد اخرها صح، لان لو شكت ولو للحظه ان انا مش عارفه تصرفها هيكون عامل ازاي، ودي اخر يعني خيار ليا ان انا اخد حقي. فاديتهم بقى البيانات غير بياناتي، يعني اديتهم رقم اختي وطبعا اسم تاني، والعنوان كان هو نفس عنواني بس بعدها بشارع. يعني ايه، كتبت عنوان اللي بعديا بشارع بحيث ان هو ما يجيليش عند البيت، يجيلي بعدها بشارع، عشان ما تحسش ولو للحظه ان هي انا. هي طبعا لو كل يوم بتستلم اوردرات اكيد مش هتاخد بالها، بس انا عشان عارفه ان انا عايزه اظبط الموقف واخد حقي بالطريقه الصح، وما تحسش باي حاجه ان انا مثلا ايه، انا مع ان انا ليا حق وكل حاجه، بس برضو انا كنت عايزه اظبط الدنيا بحيث ان هي تتظبط صح. جه المندوب بعد يومين تقريبا او 3 ايام، وبعدين كلم رقم اختي او اتكلم على رقم اختي وردينا عليه، وبعدين قلت له انا اصلا بره في الشارع ومروحه فهعدي عليك. لبست ونزلت له، واختي بصراحه اصرت تيجي معايا. المهم نزلنا له احنا الاتنين، وبعدين فضلنا واقفين مستنيينه تقريبا هو جه بعدينا تقريبا، وفضلنا بقى واقفين في الشارع بقى ايه، طب هنقول ايه، طب هنعمل ازاي، طب هنتصرف ازاي، طب لو قلنا له مثلا مش هنديك فلوس او مثلا مش هندفع حق الاوردر ممكن هو يتصرف ازاي. فكان في سنه توتر كده في الموضوع، مع ان احنا لينا حق، بس برضه عشان احنا حاسين ان الموقف جديد علينا او ما اتحطناش فيه قبل كده، فخايفين مثلا يحصل بقى ايه شده في الشارع، يحصل مثلا ان صوتنا يعلى، متوترين شويه من حاجه زي كده. والمهم جه الراجل كان راكب تقريبا موتوسيكل، وبعدين فضل قاعد على الموتوسيكل، وبعدين قلت له ايوه انا وكده، طبعا كلمني في التليفون، قلت له هو انت المندوب؟ قال لي اه. المهم قلت له اوكي فين الاوردر، بعدين خدت الاوردر منه، وبعدين قلت له انا فكره انا هفتح الاوردر عشان ابص عليه. قال لي اوكي. فتحت الاوردر وبصيت على القطعتين كويس قوي ولقيتهم تمام، وقررت ان انا خلاص في القطعتين هاخد واحده منهم. قلت له اتفضل التانيه انا هاخد القطعه دي، وبس كده. لقيته بصلي كده قال لي طيب انت المفروض انت طالبه قطعتين. قلت له لا، انا الحكايه والروايه كذا 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 كذا، حكيت له كل حاجه بالتفصيل وان هي ما بتردش عليا وكده. قال لي طيب انا مش عارف هعمل ايه بصراحه. انا لقيته ايه يعني تحس ان هو فهمني وكان معايا في الموقف، اللي هو ما حسيتش ان هو ايه واحد غيره كان ممكن يقول لي ايه انا ماليش ذنب انا بوصل بس، انا عايز حق الاوردر عشان امشي، لان مثلا هي ممكن تحاسبني على حاجه زي كده. فلقيته ايه يعني تمام ومعايا، ولقيته بيقول لي خلاص انا هكلمها في التليفون واقول لها ان انتي رفضتي تدفعي الفلوس. حاول ان هو يتواصل مع صاحبة البيج دي، ما ردتش عليه، فتواصل مع الشركة اللي هو شغال تبعها، وهم حاولوا يتواصلوا معاها تقريبا لحد ما وصلوا لها وكلموها، لانها هي بقى بتكلم الولد اللي هو المندوب وبتزعق في التليفون وبتقول له ازاي ده حصل وفين الاوردر وهات الفلوس ومش عارفه ايه. فانا خدت منها التليفون او خدت منه التليفون وقلت لها على فكره انا اللي كذا 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 وانتي ما بترديش عليا. لقيتها بقى اتصدمت حته صدمه، لقيتها يعني عارفين اللي هو ايه، اللي هي مصدومه ومش عارفه تنطق ولا عارفه ترد، على راي اليسا. المهم قلت لها ده حقي وانا طلبته بقالي اكتر من شهر بكلمك وانتي ما بترديش عليا، وكان انسب حاجه ان انا اعملها كده عشان اخد حقي. احساسها ساعتها زي ما يكون حد فتح عليها دش ميه ساقعه، مكانتش عارفه تتكلم ولا عارفه تنطق وعماله تللك في الكلام. طبعا عشان عارفه ان هي كانت غلطانه، وقلت لها على فكره انت اللي اضطريتيني اعمل الموقف ده او التصرف ده، انت لو بتردي عليا من ساعتها كان زمان الموضوع خلص وما كنتش اضطريت ان انا اعمل حاجه زي كده. فالمهم قالت لي خلاص تمام ماشي مفيش مشكله، وقالت لي هاتي المندوب. المهم اتكلمت مع المندوب، وتقريبا واللي فهمته منه ان هو او ان هي قالت له خلاص سيب لها الحاجه اللي هي عايزاها. وانا كمان نسيت اقول لكم ان انا كنت واخده معايا الاسوره اللي بايظه عشان اديها له، بس هي قالت له خلاص لا انا مش عايزاها. المهم انا بقى عايزه اقول لكم فرحتي بالموقف ده ما كانش يتوصف، لاني حسيت بارتياح غريب ان انا كنت طول الشهر ده عماله يعني متضايقه ومتعصبه، وازاي حد يضحك عليا وتضحك عليا ليه،
هي مش مضطره انها تضحك عليا، المفروض ان هي يعني عايزه تعمل زباين. واحده غيرها المفروض ان هي تبعت احسن حاجه عشان انا ابعت اجيب منها اوردر تاني، ابعت اخواتي صحابي، اقول لاي حد اعرفه عن البيج دي. فانا استغربت جدا الموقف بتاعها، وطبعا من ساعتها وانا عملت لها بلوك عشان مشوفش اي حاجه تبع صفحتها خالص. بس كنت فرحانه بنفسي جدا وكنت مبسوطه بنفسي جدا ان انا عرفت اشغل دماغي وعرفت كده يعني اجيب حقي بايدي. وده يعلمكم بقى يا بنات ان مفيش حد يسيب حقه، حتى لو انتي حاسه ان الحاجه دي صغيره، بس حته ان حد يضحك عليكي او يستغفلك دي حاجه بتبقى مش لطيفه خالص. لو انت سايبه الموضوع بكامل ارادتك وقلتي مش مشكله استعوضت ربنا فيه، الموضوع بيبقى تمام. انا بقى عايزاكم تقولوا لي في التعليقات لو حد فيكم حصل معاه مواقف زي كده او مواقف مشابهه، وكنتي حاسه ان انت مش عارفه تاخدي حقك وعرفتي تشغلي دماغك وعرفتي تاخدي حقك في الاخر، او مثلا ان انتي حصل معاكي موقف وما عرفتيش فعلا تاخدي حقك وندمانه ومتضايقه. فلو اي حد فيكم حصل معاه موقف زي كده عرفوني في التعليقات. وانا عارفه ان انا طولت عليكم، بس كده يا بنات الفيديو بتاعنا خلص النهارده، وانا الحمد لله خلصت النودلز بتاعتي واتعشيت وهخش انام دلوقتي. ولو انتي جديده معايا في القناه متنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلوا يا بنات زرار الجرس، واشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه على خير ان شاء الله. ومع السلامه.